في مجموعة السلطان ألوون اللي موجودة في شارع المعز اللي قدام حضراتكم دي، هنلاقي نص غاية في الجمال أهو. شايفين النص اللي فوق الشبابيك ده مكتوب إيه بقى؟ مكتوب ملك البرين والبحرين، ملك ملوك العرب والعجم، العجم هنا على العمود، خادم القبلتين وخادم الحرمين الشريفين ألوون. ويكتب هنا تصميم أمير المؤمنين، كلمة المؤمنين برضه باينة إيه على العمود أهي. ويكتب بقى إيه؟ عز الله أنصاره في الآخر. طيب مين أول واحد خد اللقب ده؟ أول واحد خد اللقب ده كان مين؟ كان صلاح الدين الأيوبي. بعد كده خدوا منه، أو بعد كده خدته السلاطين من بعد منه. حتى بيبرس خد اللي هو قدام منكم ده اللي هو الرانك بتاعه على شكل الفهد، شايفين الرانك اللي هو الشعار يعني بتاع السلطان، خد برضه نفس اللقب. لكن الناس دي ما دونتش على الحجر، الناس دي بس ايه في الكتب، لكن اللي دون على الحجر كان هو ألوون. اول واحد دون على الحجر كان السلطان ألوون، فعلشان كده دايما بنلاقي اللقب بتاعه موجود على المنشأة بتاعته زي ما انتم شايفين، ألوون الصالحين.